هنا في هذا الشارع درجة الحرارة تكاد تقترب من 50. نقص في مواصلات النقل العام اضطر الكثيرين لقطع مسافات طويلة وهم صيام. هذه المعاناة اليومية دفعت مجموعة من الشباب لتبني مبادرة سموها وصلني في شارعك، مبادرة طوعية شبابية تتلخص في وضع هذا الملصق على سيارتك على أن تلتزم بحمل المواطنين مجانا. لله المبادرة وجدت استجابة كبيرة جدا من كل فئات المجتمع السوداني، وبفضل الله طبعا عدد مقدر من الاستيكرات، وارسلنا عدد منها لولايات السودان المختلفة. عندنا اتيام بتاع التوزيع شغالة بتوزع في الاستيكرات في اماكن التجمعات. بفضل الله ما في سائق عربية وقفناه رفض انه هو يركب الاستيكر. الاستجابة كانت كبيرة جدا للتعامل مع الحمل. شهر رمضان شهر التكافل وابتغاء الثواب، فلا غرو أن ينضم الكثيرون لمبادرة كهذه رغبة منهم في مساعدة الناس. بديت المبادرة عشان أساعد الناس في إنه يصلوا محله وأنا أكسب أجر وهو يصل، ونحن الاثنين محتاجين لبعض، هو محتاج إنه يصل وأنا محتاج للأجر، فعشان كده إحنا بنكون الاثنين مع بعض. مبادرة وصلني في شارعك لقيت استحسانا من الناس واعتبروها حلا لمشكلات المواصلات المتكررة. بجد نحن بنعاني من المواصلات، يعني خاصة انه نحن داخلين للشهر بتاع رمضان. بجد يعني حاجة بتكون صعبة شديد على الزول، انه ما بيقدر يتحمل انه نص النهار بيكون في الشمس. يعني الزمن اللي بنقضيه نحن في المواصلات اكثر من الزمن اللي بنقضيه في الشغل. نتمنى الناس لو كل زول طبق في طريقه شال نفر نفرين ما بتكون عندنا ازمة مواصلات اصلا. يعني لو طبقوا فضل الظهر ما بتكون اصلا في، يمكن ده الحل الوحيد. يعني لا باصات كبيرة لا غير لا غير فضل الظهر. يأمل منظمو هذه المبادرة أن تنجح في التخفيف عن الصائمين في نهار رمضان والوصول سريعا إلى مناطق سكنهم. مع ارتفاع درجات الحرارة استطاعت هذه المبادرة أن تقدم خدمة كبيرة للمواطنين في شهر رمضان، وأن تنقلهم هذه السيارات إلى مناطقهم أو إلى سكناهم مجانا لتخفف عنهم واحدة من أعباء هذا الشهر وهي شح المواصلات. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.